ياما ياما سحر عربي سحر لك انت شو عم تقولي؟ هربتي؟ ايه هربت، لك انت شو كان بدك يعني اعمل؟ وانت لازم هلا تجي وتخطبني وعلى الحارك كمان. لك انا ما بحسن اختي هيك خطوه، انت بتعرفي مرتي بتشحرني شحال. وانا ما عاد بقدر ارجع على البيت، لانه اذا برجع على البيت هلا اخي لحتى يقتلني الشبك. عرف اخوك انه هذا المكتوب مني؟ لا لهلا ما عرف، بس اذا انت ما رح تجي وتخطبني رح خليه يعرف، ورح خلي كل اهل الحاره كمان يعرفوه. عم قل لك انا طولي بالي، بس اصبري لك شوي لحل الموضوع يلي مع مرتي. صار لي سنتين صابره عليك وانت ما كنت تتحرك، بعد هلا ما عاد رح اصبر. مش يا عالم يا هو يا اهل الحاره، لك هذا الصوت سمعانته بس فين؟ يا ربي دخيلك، سمعانته، أنا متأكدة إني سمعانته. لك تأخرت، وينها؟ وين علينا؟ ها اجت. مين؟ انا فهميه يا خانو. يلا فوتي فهمية. طمنيني، مين هي البنت اللي طالع صوتها بالساحة؟ احكي لي. يلي عرفته ما رح يعجبك بنوب يا خانو. احكي بسرعة، شو عرفتي؟ البنت يلي كانت بالساحة تشتغل عند راشد ابن أخوه لفكري بيك يلي بورشة الخياطة. وعرفتي شو اسمها؟ إيه ما عرفت، شنو أخذوها بسرعة على الخستخانة. وليش أخذوها؟ لأنه المعلم راشد حاول كثير إنه ما تقتل حالها، أم ما قدر، أم فات الخنجر ببطنها يا حرام. قولي على قامتي. طيب ليكون كانت بدها تقتل حالها كرمال راشد؟ لا مو كرمال راشد يا خانم، لأنه هي كانت تقتل حالها كرمال واحد بتجوز، بعدين راشد مو متجوز. لما وقعت فكري بيك عصب كثير يا حرام، قام دغري أخذها مع راشد على الخستخانة. ايوه، قلتي لي اخذوها على الخستخانة. اسمعيني منيح وركزي معي، بدك تعرفي لي مين هي البنت وليش هيك ساوت ومشان مين كانت بدها تقتل حالها، فهمتي ولا لا؟ بوشك على الخستخانة وبتراقبي لي كثير منيح فوزي وراشد. عم تسمعي؟ يلا بوشك. أمرك يا خانم بأمرك. يلا. ايوه راشد يا راشد، اهدى عمي انا ما عاد دخلني بالقصه. لك قل لي شو صار شيء؟ لك يا عمي انا كنت رح انحبس من وراك ومن ورا حبك لست لك سحر. انحبست شيء؟ ايه لو ما فاقت ست سحر وقاتلهم هي اللي شكت حالها بالخنجر كنت انحبست ويمكن كنت انشنقت. هلا قل لي لشو؟ شو صار؟ والله ما صار شيء. لك يا عمي شو يا عمي؟ عمي مثل ما عم قل لك بتساوي، بتاخذ سحر وبتنيمها عندك الليله بالبيت. لا اله الا الله. ايه لا اله الا الله، انا لانه ما عندي قرنه نيمها فيها. وينك؟ بدك تساوي اللي عم قل لك عليه وانت بتعرف ليش، واجرك فوق رقبتك يعني مجبور. هيك لكان. وسمعتهم بأدنية هدول اللي رح ياكلون الدود يا خانم. ايوه، وما عرفتي وين بيت اهلها؟ لا يا خانم ما عرفت. ما عرفتي، بس اكيد بنات الورشه بيعرفوا وين. ما الورشة تسكرت يا خانم، والبنات كل وحدة منهم راحت على بيوتها وأنا ما بعرف وين بيوتهم. ايوه، قلتي لي ما بتعرفي. طيب فوتي ضب اغراض فكري فوري، يلا ضبي لي اغراضه. بأمرك يا خانم بأمرك. انا بورجيك يا فكري، انا بورجيك. لك يا طولي بالك جرحك بعد هذا. انت مالك خايف علي؟ انت بس خايف اني اطلع وافضحك بالحاره وافضحك قدام مرتك. اقسم بالله اني بحبك، اقسم بالله. انت لو بتحبني كنت خطبتني وتجوزتني. لك انا رايدك قبل ما انت تريديني، بس انا ما عندي شيء. والله العظيم اني مستعده اعيش معك على الخبزه والبصله، والله العظيم. ايه بس كمان نحن بتنخرب حياتنا بيوقف شغلنا. ايوه انا حياتي انخربت واهلي عرفوا بكل شيء. طيب روقي، فوتي ريحي شوي كرمالي. خلاص فوتي.
يلا يلا. اهلين مرت عمي. بعد عندي رفقاتي مرت عمي. لك عامل لك بعد عن طريقي. شي حلو والله، شي حلو. طلعني. مسحي وشك بالرحمن وبلا الحديث اللي ماله طعمي، ما رح طلقك. وانا عم بقول لك بدك تطلقني، عم تسمع ولا لا؟ وكل قرش اخذته مني بدك ترجعه، فهمت ولا لا؟ وهذا الحكي كمان إلك. يا روحي يا عمي، شو بدك بصير؟ كله بيتصلح. ولك اسمعني منيح، انت واحد غشاش. هلا طولي بالك خلينا نحكي. ما رح طول بالك. يا كروي عمل لك فضحتونا. يلا بعدين فضحتينا. لك عمل لك ارجع البيت. لك عمي راح. يا الله. هدول هن اللي حاولوا يقتلوا عمي يا سيدي، دفشوه وقعوه على الارض ومن بعدها غاب عن الوعي. مو بقصدنا يا سيدي، مو بقصدنا. كذابة سيدي، التنتين دفشوني اصلا. أنا ما دخلني يا سيدي، أنا بس كنت عم ساعد الخانم، هي اللي طلبت مني إني ساعدها كرمال نبعد البيك عنا. مزبوط مزبوط يا سيدي، أنا كنت عم بعد فكري عني ووجد فهمية تساعدني، ما بعرف هيك كيف شلون صعد ووقع، يعني مو بقصدنا. بسيطة. بالتحية هلا ببين معنا إذا كان بقصدكم ولا مو بقصدكم. وليه؟ يعني بدك تحبسنا يا سيدي؟ دخيلك يا سيدي، دخيلك. يعني إذا فكري ما أسقط حقه عنكم، أهلا وسهلا فيكم، رح نحبسكم أكيد. يا عبدي فكري، مشان الله يا فكري، مشان الله يا فكري. الله لا يوفقك يا مكرم. الله يكسر ايديك التنتين يا رب. يا رب دخيلك يكون منيح يا رب. وانا ما رح اتنازل لهم عن المحضر لينفذوا لي شروطي كلها. واهم شيء عمي تتنازل عن ورشة الخياطة. لا تخاف عمي، رح خليهم يتنازلوا عن كل شيء. ايه، وانا شو رح يصير فيني؟ هذا السؤال بدك تسأله لصاحب الورشة راشد. بس يا مختار أنا اليوم مرقت لعنده أكثر من مرة وعم لاقي الورشة مسكرة. إيه أكيد سكرها من ورا هالمشكلة اللي صارت، منلاقيه بالبيت. طيب وين بيته؟ امشي معي لدليك عليه. شرف مختار شرف. يلا جاي. اهلين مختار. اهلين، تفضلوا. شلونك راشد؟ اهلين وسهلين. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا بضاي من الحارة التحتانية، حابب يسألك كم سؤال. ايه اخي تفضل. أخي محسوبك حده، أخوها لسحر اللي بتشتغل عندك. بس بدي أسألك كم سؤال لو سمحت. ايه تفضل. أخي بس بدي أسألك، أختي سحر إيمت آخر مرة إجت على الورشة؟ من قبل ما سكر الورشة. ليش أنت سكرت الورشة؟ ايه من كام يوم. أخي مشان الله، إذا أختي مرقت لعندك على الورشة أو شفتها بس تبعت لي خبر على الحارة التحتانية. ايه على راسي. الله يسلم إيديك، شكرا يا مختار. السلام مع عليكم. السلامة. مع السلامة. ليكون هي الحرمة اللي عم يسأل عنها اللي حاولت تقتل حالها بالسوق وانتوا أخذتوها على الخستخانة، شنو كمان بتشتغل عندها؟ من شان الله سرنا يا مختار. راشد بدي أعرف شو السيرة. تفضل مختار تفضل. يا الله. والله ما خطر لي انه تكون انت المقصود يا فكري. المهم ما تجيب سيرة لحدا يا مختار، شنو اخوها بده يقتلها اول ما يكمشها.
طيب ورح تضلوا على هالحالة لإمتى؟ لحتى انفذ اللي بدي اياه. وشو بدك؟ حشات الذكر ما بتطلعي من هون لتتنازلي على البوايكية ومشغل الخياطة والبيت كمان. انت واحد قليل اصل. لا تخبصي بالحكي ها. انت ليش هيك ساوي؟ ليش خنتني؟ انت اللي خليتيني خونك من تكبرك وجبروتك ومنفختك علي. انا؟ ايه ستي، انت من يومك شايفه حالك علي بمصرياتك وعم تضربيني مني وتمنني علي وانا ساكت ما عم احكي ولا كلمه. مع انه انا لهلا ما سالتك ليش ما جبتي اولاد. عم تعايرني؟ لا انا عم خبرك ليش اطلعت على سحر وليش حبيتها وما حبيتك الك. لأنه أصغر مني. لا يا ستي، مو لانه اصغر منك، لانه حبتني ووقفت جنبي وكانت معي على السراء والضراء، وبكفي انه كانت تحترمني وبحياتها ما سالتني ليش هي وليش هديك، لانه بتعرف عندها في رجال. أنا كان لازم أعرف إنك أنت أخذتني مشان مصاريي. انا ما بنكر يوم من الايام كنت مفكر باي طريقه اخلص من فقري، بس والله العظيم كانت نيتي باتجاهي كثير منيحه، بس انتي من عمايلك الوسخه خليتينا نصل لهون. شوفي رح احكيكي كلمتين بالاخير، انتي ما بتطلعي من هون لا تبصمي على الشيء اللي حكينا فيه. بصمتي طلعتي، ما بصمتي عادي هو اللي تختخي بالحبوس. بقى شو قلتي؟ احكي. وين بدك يعني أبصر؟ هلا باذنك انت طالب. يا عمو كرمال الله سامحيني، والله العظيم لو ما هربت كنت متت. كرمال الله سامحيني. والله بعرف يا بنتي، الله يسامحك إلهي ويرضى عليكي. أنا بعرف شو اللي صار معي، بس معلش بدنا نعمل، بدنا نطول بالنا يا روحي. الله بيعين. يا وافي وين كنتي وليه؟ خلي حكاك معي. شو هذا هو حبيب القلب؟ بس ما بدي احكي كلمتين. انا طالب ايد اختك على سنة الله ورسوله. ونحن ما عندنا بنات للزواج. عمل لك خلصنا. بدي. خلصنا بقى حدو، خلصنا افرط لي اياها بقى. الزلمة فايت من الباب باله ناطط من الشباك وجاي يطلب ايد اختك على سنة الله ورسوله. بقى خلصنا. انا برأيي انه انت توافق وخلص. مثل ما بدك يا عمو. تفضلوا. يلا فوت. عدي يا عدي، الله يرضى عليكي. من انت وصغيرة ما بتشوفي؟ بلا كنت شوف، بس مرة وقعت وقعة وكانت قوية كتير، ومن وقتها بطلت شوف. ما في حكي بشان شابة. الآن ما في أمل. طيب هلا عم تشوفي سواد ولا غباش؟ ولا شيء، لا غباش ولا سواد. خير ان شاء الله خير. الله يعطيك العافية حكيم. الله يعافيك يا رب. شرف. شرف. الصراحة يا أخي ما بعرف شو بدي أقول لك، بس حالتها ميؤوس منها. حول ولا قوة. كتر خيرك. وين
منك ليش ما عم تجي لعنا؟ والله قلبي لطف عليكي. ما عم حب اجي لعندكم، وليش بقى؟ لاني عم حس انه امك ما بدها يعني. ومين قال لك؟ لا بالعكس، امي بتحبك كثير، وبعدين اختي بتعاملك كانك اختها. ايه بس امك ما بتعاملني مثل بنتها. هلا شو بدنا في هذا الحكي؟ انا بحبك واشتقت لك. ايه بس هيك ما بيمشي الحال، لانه اذا ابي دري بالسيره والله لحتى كثير يزعل مني، وانا ما بيهون علي يزعله. ما انا ليش جاي لعندك؟ جاي اقول لك تخبري ابوكي، لانه بكره جايين اهلي يطلبوكي. عن جد سامر؟ والله العظيم. ده اهلين يا ابي. اهلين عمي. انا اخو ولا ريهام، عرفتني عمي؟ ايه عرفتها. يلا بالاذن بالاذن. تعالي شوف يا ابي، استني لشوف يا ابي. شو كان بده منك هاد؟ كان عم يقول لي انه بدها تجي اخته ريهام تزورني العصريه. ايوه، وما تجي لحالها؟ اصول منه ندق على بيت ما في غير الحريم. والله ما بعرف يا ابي، هاد يلي صار. ماشي الحال يا ابي، اعملي اللي بدك الله يرضى عليكي. فايتة تصلح لي شوي، تعبانه كثير. انتي شو عملتي؟ شلون بتكذبي على ابوكي هيك كذبه؟ معقول تصغري ابوكي وتحطيه بهيك موقف كأنه ولد صغير وعم تضحكي عليه؟ أنا لازم صلح غلطتي، لازم. يا الله، بدك شيء يا ابي؟ انا رايح. يا بي خير، على مهلك يا ابي، على مهلك، الله يرضى عليك. هاتي ايدي، هاتي ايدي. قربي يا ابي، قربي 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 قربي. انزلي انزلي على مهلك، انزلي. الله يجيرك، الله يجيرك. خير يا ابي. يا بي بصراحة أنا ما بقدر خبي عنك شي ولا كذب عليك. سامر ما كان جاي حاكيني كرمال زيارة أخته. شو بده لك؟ عم يقول لي آخذ موعد منك كرمال يجي ويطلب إيدي بكرة. ليش ما اجى لعندي على الدكان وطلب ايدك مني؟ يمكن خجل أو تلبك يا بي. اجي لو تلبك. ايه ماشي يا ابي. يا ابي بدي ضايع عليكي. قولي لي شو القصة، ما تقطع السلام عليكم. قولي لي شو في بينك وبينه يا ابي. حاضر يا بي، رح أحكي لك كل شي. احكي لي. شو جنيت انت؟ وليش بقى يا عم؟ بدك يعني اخطب لك وحده عميها؟ إيه بس هي خلقت الله، بعدين انا رضيان يا مو رضيان. سكر على هالسيره. ياما سامر بحبها كثير لهدى، هدى كمان بتحبه. لك ابني هلا صمت فطرت على بصله، لك بكره بيجوا اولادك عميان. يا مو الله وكيلك، الله وكيلك، البنت كثير آدمية، بعدين صحيح ما بتشوف بس بتعرف تعمل كل شيء. اسألي اختي. ايه يا مو هي كثير آدمية وكثير حلوة كمان. انت خرسي. ليش يا مو انا شو عملت؟ اصلا كله منك. لو كنتي قايلتي لي من الاول كنت انا بعدت عن اخوكي. وليش تتبعديها يا مو؟ الله وكيلك البنت مثل السكر، بعدين انا بحبها. قلت لك لا يعني لا. بس يا مو انا خبرتها تقول لابوها انه بكره بدي اروح اخطبها ومعقول طالع لي ولد. كنا بدنا نخطب لك اياها وبطلنا. شوف حبيبي اسمعني منيح، انا ربيتك كل شبر بنتر، وانا ناوي اخطب لك 6 البنات، فهمان مو هي؟ بتعرفي يا مو توقعت قلبك يحن عليها. يا مو انا ما عم صدق هذا كله لانه البنت عمياء. لا
بس أخوكي وقت اللي بده يتجوز ما رح يتجوز إلا على كيفي أنا، فهمتي؟ متأخروا يا بي. الغاية بعذره معه يا بي، هلا ما بتلاقيها إلا وصلت. على كل حال قاعدين ما في شيء ورانا. هي أكيد يا بي وصلت، رح أقوم أنا أفتح لها. على مالك يا بي، على مالك، الله يرضى عليك. على مالك يا بي، على مالك. أهلين خالتي أم سامر، تفضلي. اسمعيني يا هدى، انتي بنت حلوة وآدمية وبنت حلال، بس انتي ما بتناسبي ابني بنوب، وأنا ما رح أعطيكي ابني لو بتطبق السما على الأرض. وجاي قلك إنك تبعدي عن طريق ابني، لأنه ابني قد ما حبك ما رح يحبك أكتر من أمه، وأنتي الله يبعت لك شي عريس يرضى فيكي بخاطرك. هدى، هدى، طولتي يا بي. هدي لشوف هدي، مين كان في على الباب؟ أم سامر يا بي. ليش ما فاتي؟ يا بي يا بي قالت لي الله يبعت لك عريس يرضى فيكي. يا هدى. ايه يا بي. يا هون يا بي، الله يرضى عليكي ويخلي لي اياكي يا حق. شو يا بي، طمنيني، ان شاء الله عم تتحسني على الدواء اللي جبت لك اياه من عند الحكيم؟ ايه يا بي احسن، كنت حس هيك بوجع بعيوني بس هلا احسن من اول. ايه الحمد لله. يا بي بتتذكر الحكيم اللي جبت لك اياه؟ ايه تذكرته. ايه يا بي، الحل خبر يمكن يفرحك، وبتمنى من كل قلبي انه يفرحك. هذا الحكيم يا بي اجى لعندي على الدكانه وطلب ايدك مني. يا بي الخبر يلي قلت لي اياه فرحني كتير، بس بدي اياك تعرف انه انا سعادتي هي وجودك بحياتي. الله يخلي لي اياك يا رب، لأنه مالي غيرك يا أبي، مالي غيرك. يا اخي. ايه نعم اختي، تفضلي. اخي بعد اذنك قالوا لي انه بيت حمدي موجود هون بهذا الزقاق، وينه؟ هذا هو بيته مزبوط، بس ما رح تلاقيه اليوم لانه اليوم كتب كتابه. كتب كتاب؟ ايه نعم، بس ان كانوا بدك يا ضروري بتروحي من هالصقاع على اليمين وبتسالي عن بيت ابو راشد. كتر خير. خير الله. هالباب ضمينة يلا، هالباب ضمينة. اخي حمدي وين عم يكتب كتابه؟
حمدي موجود جوا وعم يكتب كتابه صح؟ ايه صحيح. أنا لازم فوت وشوفه ضروري. بس يا اختي. عم اقول لك أنا لازم فوت لجوا وشوفه ضروري. طيب على القليل فهميني مين انت؟ بعدني أنا بكون مرته لحمدي من سنة ونص، وهي البنت يلي معي بنته. تفضلوا هاتكوا شعر الزواج. شو يا حمدي؟ مزبوط الحكي؟ عمي بتتذكر من سنة ونص لما بعتني على حوران وقت هجموا علينا قطاع الطرق تصاوبت برجلي؟ ايه في زلمة حوراني ساعدني وقاواني عنده وعالجني. وهذا الزلمة عرض علي اني انا اتجوز بنته وتجوزتها. ولك هي ما انا بنتي، ما انا بنتي. كرمال الله تصدق. ما رح صدق لو شو ما حكيتي. بعدين شو بيعرفني؟ بلكي عرفتي رجال غيري وجبتي هالبنت منه. خلاص أنا ما بسمح لك. أنا مالي قليلة شرف. أنا من عيلة عندها الشرف أهم شي بالدنيا. بعدين أنت عشت معنا وشفت طبعنا، وأنا عيوني بحياتهم ما شافوا رجال غيرك. ولك أنا لما تركتك ما كنتي حبلة؟ بلا كنت حبلة إلي جمعتين، بس أنا ما كنت بعرف. ولما دريت كان بدي اجي لعندك لهون على الشام لحتى خبرك، بس ابي ما كان يخليني، لانه كان دائما يقول لي لو بده اياكي كان اجا هو لعندك. ايوه، يعني هربتي من ورا ظهر ابوكي واجيتي لعنا تتبلينا، ما هيك؟ لا انا ما بهرب من ورا ظهر ولا ابي، بس ابي مات لهيك اجيت. مات؟ ايه نعم، وأنا إجيت لهون لأنه من حق بنتي تعرف مين أبوها. يلا يا حلوة، يلا ورجينا عرض كتافك. خدي بنتك وارجعي من محل ما جيتي، تحركي. شو يعني؟ يعني بتاخديها وبترجعي من محل ما جيتي. لكان طلق. بس تنازلي عن المأخر بطلق. هيك القصة؟ ايه هيك القصة. أنا رايح لعند سحر يا مو. الله معك يا مو. وبكل عنوق جاي لهون يا غشاش؟ والله لخلي ابو راشد وراشد يكسروا لك راسك. طلقني. يلا طلقها. ما بدي طلقك. لا بدك تطلقني لانه انا ما بدي ضل على ذمتك. يلا نقلع من هذا البيت احسن ما لم الحاره عليك هلا. قبل ما تنقلع من هون بتطلقني. أنا ما بدي طلقك، ما بدي طلقك لأني بحبك. قولي على عيونك إلهي لا تاكلي هم حبيبتي، وحياة عيونك لخليه يطلقك. انا رح اخليه يطلقني وهو عم يضحك ويلعب. شلون؟ بس ارجع بقول لك. ماشي. يخرب بيته من حاله جايتك. اهدي يا حرمي وفهميني شو صاير معك. دخيلك يا سيدي، حمدي تهجم على بيتنا وسرق لي 20 ذهبه وكان بده يقتلني كمان. حمدي؟ دخيلك يا سيدي، دخيلك تحاسبوا وترجعوا لي ذهباتي منه. يا مساعد. نعم سيدي. بتروح بتجيب لي حمدي شحط لهون. حاضر سيدي. بسرعة لشوف. حاضر. اهدي يا اختي، ارتاحي ارتاحي. كتر خير يا سيدي. ولكن نقلعي من هون، نقلعي. لك حرام عليك، خاف الله فينا، وين بدنا نروح بحالنا؟ رجعي على ابن اللي جيتي منها. وبنتك؟ ما أنا بنتي. تفضل شوف، هات كوشات تسجيلها للجنة، ولسه بعد ما أنت رحت ب8 شهور ونص. ايه بس تفضل شوف الوحمة اللي على ايديها، شوفها، هي مو نفسها موجودة على ايديك؟ انت حمدي؟ ايه نعم خير. روح على الكلاكون يلا. خير يا سيدي، شو عامل؟ سارق ذهبات بنت ابو راشد. ولك والله لا اطلع بروحه لقليل الاصل. هلا انحبس ومشي الحال. فهموني انتو شلون تهجم عليكم وشو سرق؟ بغيابكم يا ابي. لك اخ بس لو كنت هون والله ما كان طلع الا محمد.
لو انت شلون بتروحي على الكراكون بدون ما تاخذي اذن؟ ها؟ انا قلت لها تروح على الكراكون، خفت يرجع ويأذيها. شو هالحكي يا مو يأذيها؟ لك بس والله العظيم لكن طلعت روحه. هي يا ابي انا ما بدي الا يطلقني وما رح اتنازل عن الشكوى لحتى يطلقني. ايه رح يطلقك بس ما رح تنازل عن الشكوى. يعني ابنك لازم يرجع الذهبات لسحر ويطلقها. بس يا سيدي ابني مو سارق ذهب من سحر. وشو عرفك انت بقى؟ هلا وقت اللي كنت عنده تحت بالنظاره على علمه اكد لي وحلف لي انه هو مو سارق منها شيء بنوب بنوب. حلو، قالوا الحرام حليف، قال اجانا الفرج. لك انت منلك 20 ذهبه ها؟ منلك صمتهم يا ابني صمتهم. صمتيهم. شوفي لا تكذبي علي، احكي الحقيقه. بصراحه يا ابي يعني انا كذبت وقلت لهم انه هو تهجم علي وسرق 20 ذهبه حتى اجبره يطلقني. ربيتك من حالك، لك انا هيك ربيتك، انا هيك ربيتك تظلمي الناس وتضيعي حقوقهم. يا ابي يعني هو ما ظلمني لما ما رضي يطلقني؟ قومي قومي البسي ملايتك لشوف. لوين يا ابي؟ امشي قدام مني، بدي اخذك معي. تفضلي. شو هدول؟ هدول 20 ذهبة. قبل ما اجي لهون بعت واحد من البيوت يلي ولدتن عن اهلي، لاني جاية على حارة غريبة وما بعرف شو بيصير معي. بس هلا اجا وقته. ايه بس هدول بيطلعوا اكثر من 20 ذهبة. حتى لو كانوا 100 ذهبة انا مستعدة ابيع كل شي بملكه لحتى يطلع حمدي بخير وسلامة. انا ما بدي شي من هالدنيا غير انه يكون منيح. الله يرضى عليكي يا بنتي. صحيح انك طلعتي بنت اصول. شو رأيك نروح على الكراكون ونزوره لحمدي؟ اسمعي يا حمدي، اهلك دفعوا ال 20 ذهبي يلي سرقتهم من سحر. يا سيدي انا ما سرقت شيء. ولك انا امتى سرقتك؟ امتى تهجمت عليكي؟ انت تهجمت علي؟ سامعينا عمي، نحن ما لنا جايين لهون مشان هذا الموضوع. اذا بدك تطلع من الحبس طلق بنتي. لا عمي، ما بضل الا تحلف يمين انه انا سرقت منها الذهبات. ما في لزوم لهالحكي. لا في لزوم عمي، في لزوم. سيدي انا مستعد احلف يمين على القرآن اني انا ما سرقت منه شيء. وانت يا سحر تحلفي يمين؟ لا ما بحلف. معناتها ادعائك كاذب. يا جناب اليوزباشي، نحن بدنا نسحب الشكوى. بدي هذا الزلمه يطلق بنتي وخلصنا. ها على كيفكم يعني كراكون، امتى ما بدكم تقدموا الشكوى وامتى ما بدكم تسحبوا الشكوى. يا جناب اليوزباشي اسمع لقلك، بنتك اتهمت هذا الرجال تهمه كاذبه وهو فينه يرفع دعوى عليكم. لا ما وصلت لهون، الله يخلي لي اياك، مشان الله ما وصلت لهون. لك ليش هيك عملتي؟ ليش؟ انقهرت منك ومن كذبك وبدك تطلقني. انت طالق طالق طالق، بس انا ما رح اقدم شكوى لانه انا ابن اصل. بشكر ربي 1000 مرة اني ما ضليت معك وكشف لي اياكن. ضب لسانك احسن لك. ها سيدي انا فيني روح؟ تيسر الله معك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. سمية بدي لك الله يجبر بخاطرك على وقفتك معي. لا تحكي هيك، احنا في بيناتنا خبز وملح. بعدين انت بتضل جوزي وبنتي. لانك انت بنت اصول. سمية
انت من اليوم ورايح مرتي على سنة الله ورسوله قدام الله وقدام كل اهل الحارة والناس، ورح تعيشي هون بهذا البيت. وانا من جهتي الكن علي اعمل لكم احلى عرس مطنطن بالحاره كلها. الله يخلي لي اياكم، هاي حلمي منك يا حبيبي. هات ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، خزيت العين ولك يسلم لي هالوش الحلو يا رب، وان شاء الله بتربى بين امها وابوها الهي ويخلي لنا التيتا يا ابو. بالعين يا روحي. وصل شو عم تحكي؟ يلا شلون تعال لك خوام روح افتحي قبل ما يروح. شلون حلو لك كثير حلوه بتاخذي العقل. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. تفضلي يا خانم، هي الخضرة اللي وصيتيني عليهم. يسلم ايديك. الله يسلمك يا رب. بدك شيء ثاني مني؟ اي بدي شيء ثاني. تفضلي خير. تفضل اشرب قهوه. لا بدي اروح والله، معلمي عم يستناني. غير مرة يا خانم. تروح ما تروح، القهوة عم تستناك ومجهزتها أنا. تفضل. تفضل. الله يزيد فضلك. بس يا خانم مشان شو هالوردة؟ بلا هاي كلمة يا خانم. نادي لي فريدة وأنا بنادي لك فكري. والله ما عم فهم عليكي. حلو التقل، بس مو لهالدرجة هاي، لأنه بصراحة عيونك فاضحتك ها. كل اللي بالبيت اشتلقوا عليك وقالوا لي كمان. شلون خانم؟ شو عم تحكي؟ والله ما فهمت عليك. هي الله يسامحك، لا تخجل. على فكرة أنا كمان عيوني فاضحتني ومبين إني حاببتك. بس المعلم أبو عزو. شو بو؟ لا تخاف من أخي، بنوب أنا ما رح خليه يوقف بوجنا، وإذا بيحكي معك كلمة وحدة أنا بعرف كيف حاسبه وحياتك. فكري يا فكري. يا بي شو بدها؟ من كم ساعة فكري راح يوصل اغراض لبيته ولهلا ما رجع. بيكون عم يقضي شي مشوار. يا بي انا قلت له روح وصل الاغراض ورجع بسرعة لانه الشغل لفوق راسنا، قال لي ما رح يطول. بركي راح على بيته، بعت حدا يشوفه؟ يا بي بعتت، واهل بيته قال من وقت ما طلع الصبح لهلا ما رجع. شو هالحكي؟ والله أنا قلبي شاككني إنه عمتك عاملة هالفنطي مشان يخلوني وافق على إنه تتجوزوا. معقول يا بي؟ عند عمتك كل شيء معقول. يا بي شلون بدك تتأكد؟ أنت متأكدة إنه ما دخلك بغياب فكري؟ لا يا أنا شو دخلني أخي؟ عم تحكي عن حق؟ إيه عن حق، الله يسامحك، هذا من أيمتى بتكذب عليه؟ لأنه بعرف دواوينك أنا. يا بي فكري إجا وبده يشوفها. شو؟ افتح له الباب. لفوق أنت وياه. حاضر. يلا لفوق. يلا. أوام اطلعي لفوق. هادي يلا يا بي. لك لفوق. أنا بصراحة يا معلمي كنت غايب هالفترة عنك عشان مالي عين شوفك. بعدين هيك فكرت بيني وبين حالي وقلت أنت مالك عامل شي
لازم تروح تشوف معلمك وتحكي معه هالكلمتين. ما فهمت عليك، شو قصدك؟ أنا رح فهمك معلمي. أنا زلمة إلي 20 سنة بشتغل عندكم بالبوايكية، مزبوط ولا لا؟ مزبوط. ويعني لا سمح الله كل هالأيام وكل هالسنين اللي اشتغلت عندكم فيها شفتوا شي مني غلط؟ لا والله، انت انظف زلمه تعرفت عليه. بعدين لا تنسى انه انت ايدي اليمين بالشغل. الله يعزك يا معلمي ويخلي لي اياك، وانا مستحيل اني خونك، وبحياتي ما طلعت على اهل بيتك. يعني انت عم تحكي هالكلام بدك تتجوز اختي؟ لا معلمي، شو بتجوز اختك؟ بعدين انا لو بدي على اختك من زمان يعني جيت وطلبتها منك. انا مو هيك قصدي بالمره، بس انا كنت بدي اقول لك لا تقول لي ولا بلك، ليش جاي لعندي؟ قوم ورجيني عرض كتافك، قوم ورجيني عرض كتافك، يلا قوم 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 تنقام قيامتك ان شاء الله. قال ما بده يتجوز اختي، ها العمى. قبلنا بالبين والبين ما قبل فينا. شو ها؟ يا مو عمتي وينها؟ بغرفتها وعم تبكي. عم تبكي؟ ليش عم تبكي يا مو؟ شو صاير معها؟ لك يا عمو ولك بس المرة ما تتجوز هيك بصير فيها. يا حرام يا عمتي، والله شي بيزعل. والله عمتي قلبها طيب وما في منها يا مو. هي صحيح بتتحركش فيكي وبتعمل حركات بالبيت، بس والله قلبها طيب. شو لازم نعمل نحن يا مو؟ ولا شي يا مو، أنا عم حاول يا مو دبر العريس، عم حاول. عريس؟ يا مو بس هيك مو عيب؟ عيب؟ لا يا مو مو عيب. ايوه والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا مو. والله عمتي قلبها طيب وما في منها، وما إلها غيرك توقف معه. مزبوط كلامك يا مو. أنا رايح لعند أبي على البوايكية، بتوصينا شي؟ الله معك يا مو، الله معك. يلا بخاطرك يا مو. اللي قلبه طيب. الله يخلصني منك، الله يخلصني منك ويريحني منك الآن. يا على قامة حظي إن شاء الله، رضينا بالبين والبين ما رضي فينا. يا حبيبة قلبي لا تقولي هيك، شبكي بكره رح يجوا ويدقوا بابك. بالله حيدقوا بابي؟ أنا وصغيرة ما عدا دق بابي، هلا بدهم يدقوا بابي. ايه رح خليهم يدقوا بابك. وشلون بقى؟ ليك يا حبيبتي، ببيت أهلي عنا جارتنا وهي رفيقتي كتير. عرفتني على بنت خالتها وعندها أخ أرمل وبدهم يخطبوا له، فقلت شو ما في غيرك. أرمال؟ شو مواصفاته هالأرمال؟ شوفي حبيبتي، عنده دكانة وبيبيع فيها زيت وسمنة. زيت وسمنة؟ أيوة. وقد إيه عمره؟ هلا من ناحية عمره هو لا كبير شوي، بس إذا بتشوفي ما بتعرفي 70 سنة. يا علينا 70 سنة عجوزة. قلت لك اهدي شبكي. 70 سنة صحيح، بس يعني إذا بتشوفي ما بتقولي عنه عمره 40 سنة. أيوة. ايه. وكيف بقى بدنا نظبطه؟ بتظبطي، أنا رح زبط لك يا اتركي علي. هاتي لشوف شلون. شوفي يا حبيبتي، بس يعني هو عنده شرط. وشو هالشرط بقى؟ هو بده يشوفك قبل ما يجي ويخطبك. قال يشوفني؟ أعوذ بالله، شو هالحكي؟ يا حبيبتي روقي شوي، روقي، خليه يشوفك. شو عليه؟ ما بيصير عليكي شيء، بيشوفك وبعدين بيجي بيخطبك. وين بده يشوفني؟ بآخر الحارة. ايه بس اسمعي، موافقة أنا، بس ما بروح لحالي، بدك تروحي معي. أيوة. إيه بروح معك. خلص استبينا. كتير منيح. وبهي الطريقة منقول له لجوزي إنه رحنا لعند الخياطة. ايه كتير منيح. تمام. بلا ما يسألنا. نشرب هالقهوة. فوتي قدامي، فوتي انت وياها، فضحتوني قدام اهل الحاره، بتوقفوا مع زلمه غريب بنص الحاره. لك يا رجال أنا ما دخلني كله من أختك. بتقومي بتوعدي زلمه غريب عنا ما بنعرفه بنص الحاره. لك يا رجال أنت، لك بحايش ايدي عنك. لك ما دخلني أنا عن جد ما دخلني أنا. أخي
مرتك ما دخلها، أنا السبب بكل شيء صار. وانتي ما كنتي تعرفي تصبري على رزقك؟ خلص مكتوب علي إني أنا ما أتجوز بالمرة. لا رح تتجوزي. اجا اليوم واحد لعندي على الدكان وطلب ايدك مني. مين هو؟ رجال تاجر كبير ومقدر وأرمى وقبضاي كتير. بقى إذا موافقة لجيب الشيخ مشان يكتب كتابك عليه. ليش لا؟ يعني إذا أنت شايف فيها المواصفات كلها منيحة، ليش لا؟ خلينا نجوزها. موافقة أنت؟ إيه أخي، إيه موافقة. اتكلوا على الله يلا. ألف مبروك ألف مبروك. الله يبارك فيكي. أنا شاضومة ياسر نوي. والله لسانك القصيدة وتصاري على الولاد. ما أبي على حياتك أنا. والله لسانك عم ضحك علي؟ أنا عم بشكي لك همي ووجعي وأنت عم تضحك علي يا عقيل. شو بعمل لك؟ إذا أنت رحت تجوزت 4 نسوان، القى إذا بتلقى. لك اشتهيت شي نهار ما في على خناق. لك بيفيقوني على خناق وبيطعموني خناق وبيقضوا خناق بخناق. الله وكيلك كرهت حياتي يا عقيل، كرهت حياتي. هلا أنت مالك مقسم الدور عليهم بالبيت؟ إيه بلا. لك ليش عم يتخانقوا؟ لأنه الوحدة منهم قد مقارحة وكهينة بتغش بالدور. هذا إذا ما نطت شي وحدة وعملت حالها مرضانة وتعبانة، وهيك بتخربط الدور وأنا بضيع، ما بعود بعرف الصالح من الطالح. هلا 4 نسوان ما عم تلاقي وحدة تفهم عليك؟ بيني وبينك مرتي الأولانية حميدة بحسها بتفهم علي أكتر وحدة، بس يا أخي بس وحدة من ضرايرها تفوت بالسيرة بتطلع أكهن وحدة بيناتهم. بتعرف أبو مروان، كنت أحزك، كنت أقول لياله عنده 4 نسوان بخدمته، بس هلا بعد ما حكيت لي هالسيرة ما عاد أحزك بنوب. والله عيشتي ما بتمناها لعدوي يا عمي. طول بالك واستهدي بالرحمن، لاقي لك شي قصة طريقة خليهم يحبوا بعضهم. شلون؟ فهمني شلون؟ لاقي لك شي دبارة واضحك على عقلاتهم. شو بنا بمروان بده مين يعلمك؟ وأنا اللي عم أقول عنك أنت الكبيرة الواعية الفهيمة، أنت عم تعملي هيك؟ ليش أنا شو عملت ابن عمي بالله؟ ما عملتي شيء. للصبح عملتي خناقة مع فريدة، وهلأ مع مين؟ مع سليمة، والمساء مع سناء. هن عم يتنطروا علي، شو ساوي يعني؟ انتوا الأربعة كل وحدة فيكم قلعان من الثانية. ها انت قلت كل وحده فيكم قلعانه من الثانيه، ما تروح تبهدلهم انهم، ليش قاعد عم تبهدلني الي انا؟ لك لأنك الكبيرة، انت لازم تهديهم مو تزودي عليهم. انت قلتها الكبيره، وليش تجوزت علي بقى؟ يعني بدك يعني اسكت وانت متجوز علي 3؟ لك يا حميدة يا قلبي يا عيوني، والله ضرايرك بنات عالم وناس وكلهم بيحبوكي. قال بيحبوني، تحبون حي ان شاء الله، حبيبي هدول ما بيحبوا غير حالهم. ما بتتذكري وقت اللي مرضت امك كيف راحوا يخدموها لامك احسن منك؟ بتذكر. لك سليمة هاي اللي كنتي عم تقتليها قبل شوي وكانت تتركك ترتاحي بالبيت وتروح تخدمها لامك. ايه مزبوط. وهاي اللي عم تقولي عنها مطقطقة ما راحت وقت اللي حبلت مرت اخوكي وهدتها جوز حلا مشان تبيضي وشك قدام اهلك؟ ايه بس وقتها فريده ما هدتها شيء. ايه طبعا، لانك كنتي سالختيها قتلة حشك لبك ما قدرت تروح على المباركة.
اضحك يا ابن عمي، ضروري تقول قدام ضراري انك اخذني مشوار. انا اصلا حكيت. ان شاء الله بيقبرني ويكفيني اللي بيعمل لي براسه، بري عليك. هيك فهمتهم اني انا المفضله عندك والمميزه. مين قال لك انك المفضله عندي؟ انتوا الاربعه مثل بعض. ولكن ليش اخذني انا على السيران دونا عن الكل؟ مين قال لك رايحين سيران؟ نحن رايحين على السوق. ابن عمي، ونحن ليه بدنا نروح على السوق؟ مشان تشتري هديه. هديه؟ ولك تقبر قلبي، لك من يومك غامرني بكرمك. لك هديه مو الك، هديه لضرايرك. ولما نجيب هدايا لضرايري؟ هلا بتروحي وبتنقي لكل وحده شقفه قماش مرتبه وبترجعي بتهديهم اياهم، بتقولي لهم هدول الهدايا حلوان الصلحه. ومين قال لك اني انا بدي صالحهم؟ انا اللي عم اقول لك، ولا عندك مانع؟ ابن عمي، هلا خليتني البس اوعيه وبدك يعني طر مشوار على السوق بس مشان نجيب هدايا لضرايري؟ يوه لابق للجلابق ولابو بريس بقاب. لك فريده، ضرايرك مثل اخواتك، وعيب هذا الشيء اللي عم ساويه. حقيني. وهي ضرتك حميده عملت حساب لخاطرك وتباوستوا، وفريده جابت لك قطعه قماش حلوان الصلحه، ايش شو بدك اكثر من هيك؟ سناء السرنوة، من وقت اللي فتت انت على البيت وهي ضاربه بوس فيني وما عم بتحاكيني، ليش بقى حابسه حالها باوضتها مثل الحربايه؟ سناء بتاخذ على خاطرها لانك الضره الرابعه وانا تجوزتك عليها. الوا وليش فريده ما اخذت على خاطرها من سنة كونك انت تجوزت عليها؟ ليك جابت لها قطعه قماش وراتتها. لك حبيبتي، انت الصغيره المدلله عندي، بس بدي اياك تكبري هالعقلات. اسمعي الكلام. شو بدك يعني اعمل؟ يعني اعتبري ضرايرك مثل اخواتك الكبار، سايريهم شوي، بيضلوا هن اكبر منك. بتقبرني انا كرمالك مستعده اعمل اي شيء، بس يعني مو على حسابي. ومشان هالدان لا تضغط علي. كرمالي سلومه. مطرب قلبي شو شرشوح، تكرم عينك تقبرني. هلا بفوت براضيه وببوسها كمان. وبتراضي حميده وفريده كمان. تكرم عينك، ورح بوسهم فوقها، ورح بوس كل نسوان اهل الحاره كرمالك. منيح هيك؟ منيح وبس. ايه منيح. خير يا طيب، شوفك زعلانة، ليش قاعدة لحالك؟ ولا شيء والله، خليك عم تراضي ضرايري وانا تاركني لحالي زعلانه. ليش زعلانة؟ ما عاش الزعل، أنا أتركك زعلانة. والله انا هذا اللي شايفته، وشايفه انك مليت مني، ومو بس هيك ضرايري عم ينكشوا وراك لحتى تطلقني. أعوذ بالله، ليك شو طلقك؟ أنا بستغني عن الدنيا كلها وما بطلقك. عن حق ابن عمي؟ صحيح أنا بحبكم كلياتكم، بس بيني وبينك أنت المفضلة عندي. إيه لك ليش تجوزت علي سليمة؟ ليك سليمة بنت يتيمة وما لها حدا، قلت بتجوزها وبكسب أجره تواب. طيب ليش ما طلقت؟ ضرتي فريدة وضرتي حميدة؟ لا الله يسامحك، يعني معقول اخرب بيت تنتين حريم بدون سبب؟ أنت بتريديها؟ لا يو حرام. بتعرفي ليش بحبك؟ لأنه قلبك أبيض مثل اللبن. أبو مروان، صار لك زمان ما سمعتني هيك كلام حلو. ولسه رح تسمعي كثير، رح أكتب لك قصايد غزل. بس إمتى؟ بعد ما تروحي تصالحي ضرايرك. إيه من عيوني، أنت بتأمر يا تاج راسي. ان شاء الله مشيت عليهم لعبه يا مروان. احسن من قبل، ماشي الحال. انت اذا بتضل هيك ما رح ترتاح بنوب، لازم تطلق منهم حتى تخفف وترتاح شوي. طلق؟ شو طلق؟ اعوذ بالله، ما بقدر. إيه ما حدا له لازمه عليك؟ لانه حميده مرتي الاولانيه ما بستغني عنها ابدا، هي بتفهم علي على الطاير. والثانيه يا عيني عليها نفس بالطبخ ولا اطيب من هيك. لا ما بستغني عنها ابدا. والثالثه سناء انغش وحده بضرايرها،
ومزوحة وبتحب الضحك، ما بستغني عنها. والآخرانية؟ سليمة دخيلة الله تكبر عظامي. يا سليمة حط على الجرح بيطيب. أما قصتك قصة يا أبو مروان، لك بتضل تشتكي منهم وما بتستغني عنهم. لك بحبهم كتير، بحبهم كتير يا علي. نسوان حلوين يقبروا قلبي، عرفت؟ لو بيصح لي وحدة خامسة ما بقول لا. قولي ايه والله لنشوفك ماشي بالحارة مثل المجنون. حلوين يا أخي، حلوين. شراب. يسلموا الديار. الله يسلمك. لا والله ما تسلمي عنك خلص طيب. الله لا يحرمني هالجمعة. الله يخلي لنا اياك من عندك. يا الله. الحق طيبة لك يسلم لي ان شاء الله الف صحة. انا هاتي قصة لك. الله ما يسري امري الهي. حول الهي. شوفي شو هاد؟ شوفي ليش الاكل مالح؟ مين اللي طابخه اليوم؟ انا طابخه اليوم. شوفي أنا ما قلت لكم ما حدا بيطبخ غير فريدة؟ الأكل مالح وما بيتاكل. شو بنا شوكات؟ هيك عم تكسر بخاطر ضربتي حميده؟ ايه والله ضلت ساعتين بالمطبخ وعم تطبخ لك وتزوزق لك بهالصحون. ايه معها حق ضرتي. بعدين الاكل كتير طيب يا شوكات. شوكة هيك حاف. ليش عم تردي انت وياها؟ إذا حميدة ما حكيت ولا كلمة. لانهم واقفين مع الحق يا شوكات. حتى انت يا سليمة؟ شوكات حكيك معي انا. سليمه وفريده وسناء ما دخلهم. بعدين انت يا شوكات صاير هالايام ما بتعرف طعم التمك. عن جد. شو انتو عم تتفقوا علي انتو الأربعة؟ يا علينا لا نتفقنا وحبينا بعض عاجبينا ولا نتخانقنا عاجبينا. بقى شو اللي بيعجبك يا شوكات؟ فورا بتعتذر من حميدة. شوكات فورا بتعتذر من فريده. تعتذر من حميدة وفريدة وسناء وسليمة. فورا. يلا شوكات على السريع. أوام يلا هنن كلمتين. أنا آسف. ما بصير شيء يعني. والله سهلين. أنا آسف كلمتين بده شيء كثير بسيطين يعني. هيبة وين رايح؟ شو صار له؟ انا بدت من الجو. انا كمان ريحة الأكل بتشهي. الله يسلمك ايديك. حبيبة قلبي. على الأكل مالح. تعالي اسكب لك. ما بيعرف طعم التمر. قلبي اعطيني. ايدي بزنارك يا عقيد. نسواني عم يتفقوا علي. شو هالحكي؟ مو على اساس بيكرهوا بعض. ما بعرف شو صار لهم. صاروا يحبوا بعض وكل وحدة تدافع عن الثانية. والله وكيلك وقت فت لبهدلهم كانوا راح يعملوا لي قتلة حشك فبك. يا باطل. ايه والله. إذا طليت على هالحالة أنا راح أتقلع من البيت. طيب أنت ليش جاي عم تحكي لي هالحكي؟ مثل ما لقيت لي حل لخناقاتهم بدي تلاقي لي حل لفرقهم. ما في غير حل واحد، نلاقي دبارة تانية. شلون يعني؟ فرق تسد. هلا انا وسخه ومو مرتبه وما بعرف اطبخ. والله أنا هيك سمعت فريدة وسناء عم يحكوا. يخرب بيتهم ان شاء الله. اخر هالعمر يجوا هالشرنات يحكوا علي انا. ماشي انا بفرجيهم والله لقيمه قيامتهم والله.